أنيميشن بالعربي. بنبدأ الفيلم مع مي لي بطلتنا وهي بتعرف نفسها. مي عندها 13 سنة، عايشة في تورونتو، وبتقول لنا إنها طالبة شاطرة جدا في كل حاجة، وعندها 3 أصحاب أنتيم: مريم المرحة، آبي المتحمسة زيادة، وبيريا الهادية. الأربعة مهووسين بأشهر فرقة بوي باند في العالم، فور تاون. مي بتورينا إنها كمان بنت مطيعة جدا لوالدتها مينج. مينج هي الأم الصارمة والقوية اللي مسيطرة على كل حاجة. عيلة مي بيدوروا أقدم معبد صيني في المدينة مخصص لأسلافهم. مي بتساعد مامتها في المعبد كل يوم بعد المدرسة، بينفضوا التماثيل وبيستقبلوا السياح. مي بتورينا حياتها المثالية، شاطرة في المدرسة وكمان بنت بره في البيت. مينج فخورة جدا بمي وشايفاها بنتها الملاك. مي بتقول لنا انها بتحترم اسلافها بس في نفس الوقت عايزه تعيش حياتها. بنشوف مي واصحابها وهما بيغنوا ويرقصوا على اغاني فور تاون في السر، وبتبدا ترسم في دفترها. بترسم نفسها وهي مع ديفون، الولد اللي شغال في الكشك اللي جنب بيتهم. مينج بتروح تواجه ديفون في الكشك بتاعه قدام المدرسة كلها. مي بتحاول توقفها لكن مينج بتطلع الدفتر السري بتاع مي، بتوري ديفون الرسومات المحرجة اللي مي رسمتها ليه. مي بتحس بقمة الإحراج والكسوف وأصحابها بيشوفوها. مي بتجري على بيتها وهي منهارة من العياط بسبب اللي مامتها عملته. مي بتدخل أوضتها وترمي نفسها على السرير، حاسة بغضب شديد وإحراج وزعل من مامتها. بتدخل في نوبة غضب وبتقول أنا بكرهك في سرها. بتنام وهي حاسه بمشاعر قويه جدا اول مره تحس بيها. مي بتصحى تاني يوم الصبح حاسه ان جسمها مكسر. بتبص في المرايه وتصرخ صرخه مكتومه. اتحولت لباندا حمرا ضخمه جدا وشعرها كتير. مي بتترعب وبتحاول تستخبى في الاوضه، بتفتكر ان كل ده كابوس لكنها لسه باندا. مامتها مينج بتخبط على باب الحمام. مينج بتسألها هل زهرتك الحمرا نورت؟ يعني حاجات بنات كده. مي الباندا بتفتكر ان مامتها عرفت سر الباندا، بتصرخ وبتقول لا وبتستخبى في الدش. مينج بتفتكر ان مي مكسوفة وبتقرر تجيب لها فوط صحية كتير. مي من كتر الرعب والخوف بتحاول تهدي نفسها وفجأة بترجع إنسان تاني. مي بتتصدم وبتفتكر إنها كانت بتهلوس أو ده كابوس. بتلبس هدومها بسرعة وبتجري على المدرسة عشان ما تتأخرش. مي بتحاول تتصرف طبيعية جدا في الفصل، بتحاول تتجنب أي مشاعر قوية، لا فرح زيادة ولا زعل زيادة. فجأة بتلمح تايلور الولد المتنمر وهو بيضايق صحابها. بتبدأ تتعصب شوية من كتر التوتر والإحراج. هوبا مي بتتحول لباندا حمرا ضخمة تاني. مي الباندا بتنط من شباك الحمام وبتهرب. بنشوف مي وهي بتجري فوق سطوح بيوت تورونتو عشان توصل لبيتها. الناس في الشارع بتشوفها وبتتصور معاها فاكرينها باندا حقيقي. مي بتوصل بيتها وهي منهارة من العياط. بتدخل البيت وبتلاقي مامتها وباباها مستنيينها. مينج بتبص لها وبتقول لها حصل. مينج وجين بابا مي بياخدوا مي الباندا للأوضة. مينج بتهدي مي وبتقول لها إن ده طبيعي في عيلتهم. مينج بتحكي لمي قصة جدتهم الكبيرة سانيي. سانيي طلبت من الآلهة قوة عشان تحمي بناتها وعيلتها في وقت الحرب. الآلهة ادت لها القدرة على التحول لباندا حمرا ضخمة. القوة دي بقت بركة بتنتقل لكل البنات في العيلة، بتظهر لما البنت بتوصل لسن معين. مي بتتصدم، يعني انت كمان بيحصل لك كده؟ مينج بتقول لها لا، انا سيطرت على الباندا بتاعتي من سنين. مينج بتشرح ان في طقس معين لازم يتعمل في ليله القمر الاحمر اللي جايه كمان شهر. هيعملوا طقس عشان يحبسوا الباندا. الطقس ده هيحبس روح الباندا جوه حاجه كده شبه دبوس الشعر. مي بتسال يعني لازم افضل محبوسه في اوضتي لمده شهر؟ مينج بتقول لها ايوه عشان الباندا ما تخرجش وتبقى قويه. مينج بتحذر مي ان كل مره الباندا بتخرج الطقس بيبقى اصعب. مي بتسمع الكلام وهي حاسه ان حياتها بتتدمر. في المدرسة أصحاب مي قلقانين عليها جدا. مريم وأبي وبيريا بيروحوا بيت مي عشان يطمنوا عليها. بيلاقوا مينج قافلة الشبابيك والستاير ورافضة تدخلهم. مينج بتقول لهم إن مي مريضة ومش هتشوف حد. مي بتسمع صوت صحابها من الشباك وبتقرر تخرج كباندا. بتتحول لباندا وتنط من الشباك وتقابلهم في زقاق. صحابها بيتخضوا في الأول لكنهم بيحضنوها، بيقولوا لها إنهم معاها سواء كانت مي أو باندا. وأبي بتبدأ تعيط من كتر ما الباندا كيوت وفلافي. فجأة مي بتلاحظ حاجة غريبة، لما بتبقى مع أصحابها بتحس بالأمان وبترجع إنسان تاني. بيكتشفوا السر، الحب والصداقة الحقيقية هما اللي بيهدوا الباندا. مي بتفرح جدا، أنا مش وحش، أنا لسه مي. في نفس اللحظة دي مريم بتجيب خبر وحش، فرقة فور تاون هيعملوا حفلة في تورونتو. المشكلة إن الحفلة يوم 25 وهو نفس يوم القمر الأحمر، يوم الطقس. مي بتنهار ومامتها مستحيل توافق تروح. الصحاب بيقرروا انهم لازم يلاقوا طريقه يجمعوا بيها فلوس للتذاكر. التذكره ب $200 وهم محتاجين $800 لاربع تذاكر. مي بتقول لهم ازاي هنجمع الفلوس دي من غير ما ماما تعرف. مريم بتبص لمي اللي لسه باندا وبتقول انا عندي فكره. تاني يوم في المدرسه بيبدا مشروع الباندا السري. مريم مديره الاعمال بتعلن اتصور مع الباندا الحمراء ب$5. ابي وبيريا بيبعتوا ميرش للباندا، زراير وتيشيرتات. مي بتتحول لباندا والطلبة بيتجننوا عليها. طابور طويل بيتكون عشان يتصوروا مع الباندا كيوت.
مي بتستمتع جدا بالاهتمام والشهرة الجديدة دي، بتبدأ تسيطر على تحولاتها بسهولة أكبر لما بتركز في أصحابها. الفلوس بتبدأ تتجمع في علبة فورتاون السرية. مي بتبدأ تكذب على مامتها مينج كل يوم، بتقول لها إنها في مجموعة مذاكرة أو نادي الرياضيات بعد المدرسة. مينج بتبدأ تقلق وتشك في تصرفات مي الغريبة. جين بابا مي بيلاحظ إن مي بقت تخرج كتير بس بيغطي عليها. مي وأصحابها بيعدوا الفلوس، باقي مبلغ بسيط ويوصلوا لهدفهم. تايلور الولد المتنمر بيكتشف إن مي هي الباندا. تايلور بيقرر يبتز مي، تيجي حفلة عيد ميلادي كباندا أو هفضحك. مي بترفض لكن تايلور بيقول لها هدفعلك $200 باقي فلوس التذاكر. الصحاب بيختلفوا، مريم رافضة لكن مي مصممة تروح الحفلة. مي بتقول لها دي فرصتنا الأخيرة عشان نشوف فورتاون. مي بتكذب على مامتها كذبة كبيرة عشان تروح حفلة تايلور. بتوصل الحفلة وتايلور بيعاملها كأنها حيوان أليف قدام صحابه، بيجبرها تعمل حركات بهلوانية ومي بتبدأ تتعصب. صحاب مي بيشوفوها وهي مضغوطة وبيحاولوا يهدوها. تايلور بيقول لها ارقصي يا باندا وبيشغل أغاني فورتاون. مي بتندمج شوية لحد ما بتسمع تايلور وهو بيتكلم في التليفون، بيقول إن الحفلة دي يوم 18 وحفلة فورتاون يوم 25. مي بتتصدم، هي افتكرت إن الحفلة في نفس يوم الطقس. تايلور بيسخر منها، محدش قالك ان الحفله في تورنتو بس. مي بتفهم انها ضيعت وقتها في حفله تايلور. مي بتبص لصحابها وهم بيبصوا لها بخوف لاول مره. مي بتلوم صحابها، انتوا السبب، انتوا اللي ضغطتوا عليا. مي بتجري وتهرب وهي حاسه بالذنب والخذلان. مي بترجع البيت وهي مكسوره ومنهاره تماما. جدتها وعمتها بيحضروها لطقس القمر الاحمر في المعبد. مينجي مامتها بتبقى حزينه جدا من اللي حصل. مينجي بتحكي لمي ان الباندا بتاعتها هي كمان كانت قويه جدا، وانها في نوبه غضب زمان جرحت مامتها جدة مي. مينج بتقول لها الباندا دي خطر ولازم تتحبس عشان نحمي اللي بنحبهم. مي بتبص لنفسها في المراية وشايفة انها بقت وحش فعلا. مي بتقرر انها لازم تتخلص من الباندا علشان ترضي مامتها وعيلتها. في نفس الوقت صحاب مي بيحسوا بالذنب انهم ضغطوا عليها. بيكتشفوا ان الحفله بتاعت الفورتاون انتقلت لتورنتو وهتتعمل في السكاي دوم. الكارثه بقى ان الحفله في نفس ليله الطقس. بيروحوا بيت مي عشان يعتذروا لها ويقولوا لها الخبر. مينج بتفتح الباب وبتلومهم انهم اصحاب سوء وشجعوا الباندا. الصحاب بيدافعوا عن مي وبيقولوا لمينج ان مي بتحبها بس كمان بتحب فورتاون. مينج بتطردهم لكن جين بابا مي بيسمع الحوار. جين بيروح لمي وبيوريها فيديوهات قديمه ليها وهي بترقص ومبسوطه. جين بيقول لها انا بحب مي بتاعتك وبحب الباندا بتاعتك، ما تخبيش اي جزء منك. مي بتفهم انها مش لازم تختار بين مي والباندا. ليلة القمر الاحمر بتبدأ والطقس بيبدأ في المعبد. مي والجدة والعمات بيغنوا الاغاني التقليدية. مي بتدخل عالم الارواح، مكان شبه غابة البامبو كده. بتشوف الباندا بتاعتها كروح وبتشوف سانيي جدتها الاولى. مي بتقرب من الباندا عشان تحبسها في التميمة، لكن في اخر لحظة مي بتغير رأيها. مي بتبص للباندا وبتقول لا انا مش هنخلص منك، انت جزء مني. مي بتحضن الباندا والاتنين بيتحدوا مع بعض. في العالم الحقيقي مي بتصحى من الطقس لكنها لسه مي مش باندا. الجدة والعمات بيسألوها حبستيها؟ مي بتقول لأ أنا هحتفظ بيها. مي بتتحول لباندا بإرادتها الكاملة جوه المعبد. الجدة والعمات بيغضبوا لكن مي بتشرح لهم. مي بتقول أنا بحب الباندا بتاعتي وهتعلم أسيطر عليها. مي بتعرف إنها لازم تروح حفلة فورتاون عشان تلحق صحابها. بتجري من المعبد كباندا وبتقول لباباها ما تخافش عليا. بتركب الاتوبيس كباندا في طريقها للاستاد. مينج مامتها بتشوف مي وهي هربانه كباندا وبتتجنن. مينج بتفتكر انها فشلت كأم وان مي بتكرر نفس غلطتها. من كتر الغضب والحزن التميمه بتاعت مينج بتتكسر وهوبا مينج بتتحول لباندا ضخمه جدا بحجم كينج كونج. الباندا بتاعت مينج غضبانه جدا وبتدمر المعبد. مينج بتجري ورا مي في شوارع تورنتو عشان ترجعها. هدفها استاد سكاي دوم مكان حفلة فورتاون. مي الباندا بتوصل للاستاد وبتلاقي صحابها مريم وابي وبريا بيحضنوها بيعتذروا لها انهم ضغطوا عليها. مي بتسامحهم فورا وبيقولوا لها انها لحقت الحفلة بالظبط. فرقة فورتاون بتظهر على المسرح وسط صراخ وصوت الالعاب النارية. بيبداوا يغنوا اغنيتهم الشهيرة. مي واصحابها بيعيشوا اللحظة وبيصرخوا من الفرحة، لكن فجأة مينج الباندا الام العملاقة بتقتحم الاستاد. مينج بتصرخ باسم مي وبتدمر المسرح. الناس بتجري في رعب والحفلة بتبوظ تماما. مي بتطمن على اصحابها وبتقرر انها لازم تواجه مامتها. مي بتنط على بقايا المسرح وبتصرخ ماما دي مشكلتي انا، سيب الناس في حالها. مينج بتبص لمي بغضب وبتبدا مطارده عنيفه جوه الاستاد. مي بتستخدم خفه حركاتها كباندا عشان تتفادى هجمات مينج المدمره. فجاه جده مي بتوصل ومعاها كل العمات. الجده بتشوف مينج وهي هايجه وبتقول مفيش حل غير ده. الجده بتكسر التميمه بتاعتها وبتتحول لباندا رمادي ده. كل العمات بيكسروا التمائم بتاعتهم هم كمان. بنشوف 5 باندا جداد بالوان واحجام مختلفه بينضموا للمعركه. مي بتتصدم، جدتي عماتي انتوا كمان. بيبدا قتال وحوش جوه الاستاد ومي والعمات ضد مينج. بابا مي بيوصل ومعاه الطبول وعصيان البخور بتاعت الطقس. بابا مي بيصرخ القمر الاحمر اكتمل، لازم نعمل الطقس هنا دلوقتي. مي بتفهم انهم لازم يوقعوا مينج جوه دايره الطقس اللي بيرسموها بسرعه. مريم وابي وبريا بيقرروا يساعدوا. بيخطفوا الميكروفونات من على المسرح.
بيلاقوا فرقة فورتاون مستخبيين تحت الأنقاض. صحاب مي بيقنعوا فورتاون إنهم لازم يغنوا عشان الطقس ينجح. فورتاون بيبدأوا يغنوا أغنية الطقس اللي هي أغنيتهم بس بنسخة هادية. مي والجدة والعمات بيحاولوا يوقعوا مينج جوه الدايرة. مينج بتقاوم بعنف وبتوقع مي على الأرض. مينج بتصرخ في مي: أنت بتجرحيني زي ما أنا جرحت أمي. مي بتصرخ في وشها: أنا مش زيك، أنا عمري ما هكون زيك. مي بتجمع كل قوتها وبتضرب مينج ضربة قاضية بتفقدها الوعي. مينج العملاقة بتقع جوه دايرة الطقس بالظبط. مي بتنط جوه الدايرة معاها في آخر لحظة قبل ما القمر يكتمل. مي بتصحى في عالم الأرواح غابة البامبو. بتشوف الجدة والعمات وهما بيحبسوا الباندا بتاعتهم تاني. مي بتدور على مامتها وبتلاقي مينج وهي مراهقة صغيرة بتعيط. مينج الصغيرة بتوري مي الجرح اللي سببته لجدتها زمان. مينج بتقول: أنا عمري ما هكون البنت المثالية. مي بتحضن مامتها المراهقة وبتقول لها: أنا عارفة الإحساس ده. مي ومينج بيتصالحوا لأول مرة بجد كأنهم أصحاب. مي بتساعد مامتها الكبيرة عشان تحبس الباندا بتاعتها تاني في التميمة. مي بتودع سانيي الجدة الأولى. مي بتوصل عند البوابة عشان تحبس الباندا بتاعتها لكنها بتقف. مي بتبص للباندا بتاعتها وبتبتسم وبتقول: أنا بحب كوني شاطرة وبحب كوني باندا وقررت أعمل طريقي الخاص. مي الباندا بقت التميمة الجديدة للمعبد والسياح بيحبوها جدا. مي بتروح المدرسة كباندا والكل متقبلها ومبسوط بيها جدا. علاقتها بمامتها بقت أقوى وأصدق، ما بقاش فيه أسرار. بنشوف تايلور اللي كان متنمر بقى صاحبهم عشان بيحب فورتاون زيهم. المشهد الأخير مي وأصحابها مريم وآبي وبريا بيجروا في الشارع وهم مبسوطين. أنا أحمد ويلة واللي كتب السكريبت ده إيمي جبر تحت إشراف القائد محمد عوض.